الله صحيح. امال فين فلوسك يا نايكي؟ انا يوسف رجب ماركتير. Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day. لما نيجي نتكلم عن نايكي، هي كده واحده من اكبر الشركات في مجال الرياضه في التاريخ كله. انا عن نفسي الصراحه ما اكدبش عليك، انا بحب الماركتنج بتاع نايكي جدا، اللي هو دايما بيطلع كلين كده، حاجه بيرفكت، دايما عارفين هم بيعملوا ايه بالظبط. النهارده هحاول ما اتكلمش عن الماركتنج قوي، مع ان احنا بنتكلم عن نايكي ممكن نتعلم منها حاجات كتيره قوي، يعني ممكن نقعد حلقات نتكلم عن نايكي بس. المهم نايكي قدرت تحقق 46 مليار دولار في 2025، بس الفلوس دي ممكن نقول عليها لعب عيال بالنسبه لهم، لان الفلوس اللي بجد هم اكتر من كده بكتير قوي، بس كلها مستخبيه تحت البلاطه. والصراحه نوعا ما هم عندهم حق، وانا جاي اقول لك قصه الفلوس اللي مستخبيه تحت البلاطه دي. بس من دلوقتي انا مش بقول تروح تعمل زيهم، انا جاي اقول لك هم عملوا ايه. ماليش دعوه، انت بتشغل دماغك معايا، انا اقول لك انت تنفذ، انا البس، انا مالي ولا اعرفك. خافش يا عم، اخوك في ظهرك، عيب، اخوك معاك، انا ذات نفسي في ظهرك، يعني عايز اكتر من كده. بس النهارده احنا جايين نتكلم على البيزنس، الفلوس يا باشا، عداد ما بيقفش، كده مفيش حد ما يعرفش نايكي، بس انت برضه ما تعرفش المداري. طبعا نايكي حدث ولا حرج، يعني 1096 فرع حوالين العالم شغالين فيها ملايين، بترعى وسبونسر للالاف والالاف من الرياضيين وفرق الكوره وفرق الباسكت والفولي والمنتخبات وي لغايه فرق الكوره اللي بتلعب في الجامعات، وده طبعا بقى غير اللعيبه اصلا. فاحنا قدام امبراطوريه ضخمه. قصه نايكي بتبدا على ايد بيل باورمان وفيل نايت. ما كانش اسمها نايكي على فكره في الاول، لما بدات كان اسمها بلو ريبون سنه 1964، وما كانتش نايكي اللي نعرفها اصلا، كانت حاجه ثانيه خالص. هي اصلها كانت شركه بتوزع جزم اسمها يونيتاكس تايجر، جزم ياباني اصلا مشهوره في اليابان جدا، كانت بتاخدها توزعها في امريكا. نايكي كانت شغاله في الياباني اصلا، والدنيا شغاله حلو والدنيا ماشيه وكله تمام، بس كاي بيزنس حب يتطور شويه، واحده كده. عايزين نطلع من القحط اللي احنا فيه ده، خلاص انا بوزع جزم والدنيا ماشيه حلو، هطور نفسي ازاي؟ ومن هنا بدأ التاريخ. في 1970 جه فيل نايت وقال كفايه قوي كده، وغير كل حاجه، واتولدت نايكي اللي احنا عارفينها النهارده. وبدأ يصمم هو وايد بيل اول جزمه تنزل باسم نايكي كورز، اللي كان بيتقال عليها مون شوز. وهنا يجي بقى دور بيل باورمان، المصمم الكرييتيف، كان ارتستيك برضو، انت فاهمني طبعا. ولو انت مش فاهم اتفضل يا بيه، اتفضل اتفرج على الحلقات اللي متاخره عليك، وفي الاخر تيجي تقول انا عايز اعمل بيزنس، او انا عملت كلامك والبيزنس ما نجحش. روح شوف الحلقات اللي فاضله عليك الاول، بعد كده كلمني. نرجع المهم، وينزلوا الجزمه بتاعتهم. بقى الحته دي نايكي في تفاصيلها وعبقريتها انها تنزل الجزمه قبل اولمبياد ميونخ سنه 72 على طول، ككوتش جديد معمول من شركه جديده، بس في تكنولوجيا جباره، كوتش يقدر يساعدك على الجري الخفيف وفي نفس الوقت مريح جدا، وفعلا تنفجر الاولمبياد بالكوتش الجديد بتاع نايكي. طبعا من اشهر الناس اللي لبست الكوتش ده وقتها كان فرانك شورتر ومارك كورفورد، مع ان في كلام على موضوع شورتر ده، في حاجات بتاكد ان شورتر لبسه وفي حاجات بتنفي ان شورتر لبسه، بس مش موضوعنا، مالناش دعوه، كل واحد حر. المهم ان احنا لازم نتعلم هنا من نايكي التايمنج، او الوقت اللي هم نزلوا فيه البرودكت بتاعهم، وانك تعرف تنزل المنتج بتاعك في الوقت الصح، مش كل شويه بقى تيجي تقول لي يلا اللانش مش هنلانش بقى، مش هننزل بقى السوق، يلا بينا، احنا كده كل حاجه جاهزه، احنا مش بننزل السوق ليه؟ اعقل بس كده وافهم. نايكي لو كانت نزلت الكوتشي بتاعها قبلها بكام شهر ما كانش حد جابه، كانت ناسا في الاولمبياد اصلا، ولو نزلته بعد الاولمبياد بكام شهر كانت الاولمبياد خلصت والترند خلص، مالوش لازمه، اللي جرى جاله واللي لعب خلصت، ملوش لازمه. فالوقت ده كان احسن وقت لنايكي انها تنزل فيها الكوتش بتاعها، لان دي كانت احسن فرصه ليهم ان حد من الرياضيين يلبسوه ويجربوا، ودام لبسوا وجربوا في ماتش، يعني كاميرتها هتصور، يعني هينزل في الجرايد، اعلان ببلاش، كل ده اعلان بيتعمل لنايكي من غير ما تدفع فيه جنيه تقريبا. هنا كانت بدايه نايكي الرسميه. فضلت نايكي على كده، نجاح ورا نجاح، سلمه فوق سلمه، فضلت بقى نايكي اللي احنا عارفينها النهارده. ممكن ابقى اعمل لك عليها حلقه لو انت عايز بعدين، في المهم اللي احنا جايين نتكلم عليه. فضلت نايكي على نفس المبدأ ده لغايه ما جت سنه 2005، وهنا اللعبه اتغيرت خالص. الفتره دي ممكن نقول عليها كانت الوقت الذهبي بتاع نايكي، الفتره اللي اعلانات نايكي كانت بتلف العالم كله، والبلوتوث، ايام بقى الفيديوهات بتاعت التحدي بتاع رونالدو ضد زلاتان، اللي كان فيه كانتونا بيحكم ما بينهم، رونالدينهو وهو بيسحرنا بيتحكموا في الكوره، وازاي عمال يشوط في العارضه وترجع له. لازم هنا كده اديك حته ماركتنج، امال انت عامل لي سبسكرايب وفولو ليه؟ لازم ارضيك، لازم اروق عليك، لازم ادلعك. وقتها نايكي وصلت لقمه العظمه
اللي ممكن اي شركه توصل لها. الناس بتدور على الاعلانات بتاعتها، مش هم اللي بيحاولوا يوصلوا الاعلانات للناس. ودي اصيع حاجه في الماركتنج ممكن حد يوصل لها، اللي هي وورد اوف ماوس او التسويق بالكلمه. وهي انك مش بتحتاج تتكلم اصلا، انت بتخلي الناس هي اللي تتكلم عنك. يعني خلينا ناخد مثال، مثلا لو انت واحد فاتح مطعم، خلي الناس هي اللي تطلع تقول ان الاكل حلو، مش لازم انت اللي تطلع تقول انا عندي احسن اكل، انا بوصل اسرع دليفري في مصر والحاجات دي كلها. خلي الناس هي اللي تقول. عشان تفهمني اكتر، ان انت مثلا فاتح مطعم وانت قاعد في يوم من الايام دخل عليك شاب اسمه احمد وطلب اوردر. احمد لما جرب الاكل عجبه جدا، فقام احمد خلص اكله ودفع الفلوس واخد بعضه ومشى. تاني يوم احمد واقف مع 10 اصحابه، واحد منهم قال يا جماعه انا جعان جدا عايز اكل ايه؟ يقوم احمد افتكر المطعم بتاعك ويقول له انا اكلت من المطعم الفلاني والاكل كان حلو جدا ونزل لي سخن وبيعملوا الاكل بسرعه جدا. فكده احمد عمل لك ماركتنج بجمله واحده 9 تنفار كلهم بالنسبه لهم خلاص عرفوا ان احمد جرب المطعم ده والمطعم ده حلو، فهم ما يفكروا ياكلوا طب ما تيجي نجرب المطعم ده، ما احمد قال عليه حلو. وفعلا صاحب احمد يطلب اوردر من عندك ويعجبه جدا، واليوم يخلص. بعديها بيوم احمد يكون في البيت وابوه يقول له انا بفكر النهارده نطلب اكل من بره، ايه رايك يا احمد؟ فاحمد يقول له بس انا عارف المطعم اللي احنا هنطلب منه، انا جربت مطعم حلو جدا وصاحبي جربه وقال عليه حلو جدا. يفضل احمد بقى يقول للناس في الشغل ويفضل يقول لاصحابه ويفضل يقول لعيلته وهكذا وهكذا وكذا. انا لو مكان احمد اخد منك فلوس، والله العظيم انا لو مكان احمد لازم اخد منك فلوس. الراجل عادي يعمل لك ماركتنج في كل حته يروحها، ومش احمد بس، ده صاحبه كمان اللي جربه هيعمل لك ماركتنج، 8 اصحابه التانيين اللي حتى ما كانوش من عندك هيعملوا لك ماركتنج برضو، انهم هيقولوا انا اسمع ان المطعم الفلاني بيقولوا عليه حلو ما تيجي نجربه. ده جنب ان نايكي ضربت عصفورتين بحجر واحد، انها عملت استراتيجي تانية برضو ماشيه في نفس الوقت مع الاستراتيجي دي، هي الفايرال ماركتنج او التسويق الفيروسي. عشان كده لو ركزت هتلاقي الكامبين دي او الاعلانات دي كانت عامله شبه الفيروس، ما تقدرش تتحكم فيها، ما تعرفش هي وصلت لفين. عشان كده هي اسمها تسويق فيروسي، هي عامله شبه الفيروس، تنتشر وسط الناس بشكل كبير جدا وسريع جدا وما يقدروش يتحكموا فيه. يعني هم ما يعرفوش مثلا الكامبين دي او الاعلانات دي وصلت لفين دلوقتي. بس نايكي كانت اصيع وضربت 3 عصافير بحجر واحد، ان هم اللي عملوه ده يخلي السيلز عندهم تضرب في السما كمان. ان احنا لو رجعنا لاحمد تاني هنلاقي السيلز او علم المبيعات برضو بيقول لنا ان كل واحد بيأثر في 250 شخص. فاحمد لما عجبه المطعم، احمد هيروح يقول ل 250 شخص ان المطعم بتاعك حلو فانت كسبت 250 عميل. بس احمد لو قال ان المطعم بتاعك وحش فانت كده خسرت 250 شخص وخسرت 250 عميل. بس السحر هنا ما كانش في اللعبه بتاعه الماركتنج او بتاعه السيلز اللي هم عملوها، مع انها واحده من اعظم الماركتنج كامبينز اصلا. انا قلت لك من الاول نايك كلين، يعني هتشوف ماركتنج نايك هتلاقي كلين كده، هتلاقي حاجه نظيفه. السحر اللي كان بجد كان في نايكي نفسها وذكاء نايكي نفسه. نايكي في الوقت ده سنة 2005 كانت محققة تقريبا 12.25 مليار دولار، وده كان رقم قياسي بالنسبة لنايكي، والإدارة كانت مسقطتها بقى والفلوس كتيرة بقى وكله كان بيحتفل بقى يس. في عز الفرحة اللي هما كانوا فيها سمعوا صوت الباب بيخبط ودخلوا لقوا حد داخل وفي ايده شنطة واخد تقريبا 35% من الفلوس دي، وهو ساكت جدا وهادي جدا واخد بعضه ومشى. وده طبعا كان مين؟ كان ساعتها مسؤول الضرايب الأمريكي يا سايبة. وطبعا بعد موقف زي ده الناس في نايكي اتجنت، زي بعد كل التعب ده ونعمل كامبينز نجيب رونالدينهو نجيب رونالدو نجيب ابراهيموفيتش وكانتونا ومش عارف مين، وكل ده في الاخر يروح كده في واحد مستفز رخم شكله رخم كده بالسال كده يجي ياخد الفلوس دي كلها ويمشي. انا الصراحه لو مكانهم هتجنن، هقتله، همسكه قتله. هنا الاداره بتاعت نايكي اخذت قرار غير كل حاجه بعديه. احنا خلاص فوقنا يا بيه، مش هم بيستنوا السنه تخلص عشان يجوا يلموا الغله على الجاهز، انا بقى اخلي ولا فيها غله ولا فيها ابيض ولا فيها اسود، وكله بالقانون محدش يقدر يكلمنا يا بتوع القانون يا بتوع الضرايب. وهنا نايكي قررت انها تاخد اول طياره وجري على طول على هولندا، وقعدت مع الحكومه هناك وعملت الاتفاق اللي هيدمر امريكا، ويديها كارت احمر من الماتش بتاع نايكي ده اصلا. اطلع بره ما اشوفش وشك تاني، بره. والاتفاق ساعتها كان بسيط جدا بس عبقري لأبعد الحدود، محتاج بس انك تركز فيه بس وهيعجبك قوي. نايكي اول ما وصلوا هولندا دخلوا على مكتب الضرايب هناك واتفقوا معاهم وقالوا لهم احنا عايزين نعمل شركات هنا واستثمارات وفلوس رايحه وفلوس جايه. وهنا بتوع الضرايب والحكومه في هولندا ما صدقوش نفسهم وفرحوا جدا جدا، ازاي احنا قدرنا نخطف عملاق الصناعه الرياضيه في العالم كله، والاهم من كده احنا واخدينه من مين؟ احنا واخدينه من امريكا. ده 1-0 لهولندا قبل الماتش ما يتلعب اصلا. بس هم نايكي اشمعنى اختاروا هولندا اصلا؟ هقول لك بس اتقل عليا شويه. فعلا نايكي ظبط الاتفاق مع الحكومه الهولنديه، تيجي سنه 2006 وزي كل سنه نايكي تجمع الارباح بتاعتها ويجي مندوب الضرايب الامريكيه عشان ياخد
الحصه بتاعت امريكا من الضرايب على شركه نايكي زي كل سنه، بس يلاقي الناس في نايكي بتقول له مفيش فلوس. قال لهم امال فين الارباح بتاعتكم؟ الفلوس كتيره اهي والخير اكتر. لا والله اصل الفلوس دي رايحه هولندا، معلش اصل احنا فتحنا شركه جديده في هولندا، ما انت عارف بقى محتاجين نوضب ومحتاجين نعين ناس ومرتبات وبلاوي زرقاء كتيره. انت لو تعرف الشركه بتاعت هولندا دي بتاخد مننا كام هتصعب عليك، عشان الشركه بتاعت هولندا دي يا سيدي قال لك هي المسؤوله عن التعاقدات في اوروبا، وهي اللي ماسكه التسويق، وهي اللي ماسكه الحاجات دي كلها. عارف رونالدو بقى بياخد كام دلوقتي؟ ده احنا حتى بنفكر ناخد قرض عشان السنه دي جايه علينا بخساره. والله دي كلها مصاريف مش ارباح اصلا. ما تعرفش انت العيشه في امستردام عامله ازاي؟ امستردام غاليه 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 غاليه. ودي كانت اول جزء في الخطه، ان هم لعبوا على الضرائب، ان هم يحولوا ارباحهم لمصروفات، فكده بموجب القانون مفيش عليها ضرائب. طبعا القانون في امريكا في الوقت ده كان بيسمح للشركات انها تطلع فلوسها وما تدفعش عليها سن ضرائب. ما دام الفلوس طالعه مصاريف بره امريكا، يبدا بقى يحاسب على الضرائب امتى؟ لما الفلوس دي ترجع امريكا تاني، والفلوس فعلا تدخل هولندا. وبتوع الضرائب في هولندا كانوا بيرقصوا ساعتها من الفرحه. دخلنا 15 مليار دولار من ولا حاجه حرفيا كده. احنا لقينا مدخلين 15 مليار دولار، لقينا 29%. اسكت، مش هيطلع علينا قواضي؟ والله العظيم زي ما بقول لك كده. قال ايه يا سيدي؟ شركه في برمودا رفع علينا احنا قضيه. والله زي ما بقول لك كده، مكتب في برمودا بيقول علينا احنا حراميه وسارقين منهم الاسم بتاعنا والعلامه بتاعتنا اللي هي الاسوش دي، عارفها؟ بس ما تخافش، احنا خلصنا الموضوع خلاص وعملنا تسويه مع المكتب ده ورضيناه ان هم ياخدوا 99% من ارباح اي حاجه هينزل عليها اسم الشركه بتاعتنا او اللوجو بتاعنا. احنا ناخد 1% بقى عشان ربنا ما يرضاش بالظلم. دي انجت ومات. طبعا كلنا عارفين المكتب اللي كان في برمودا ده كان بتاع مين؟ نايكي طبعا. ودخلت الفلوس اخيرا برمودا. فعلا نايكي هناك دفعت الضرايب اللي كانت عليها عشان ربنا ما يرضاش بالظلم، اللي هو مثلا يطلعوا كام تقريبا 0%. كده الفلوس طلعت من امريكا على هولندا وما اتدفعش عليها غير رسوم تحويل بس. فعلا تروح هولندا ويتاخد منها 99% ويفضل 1% بس. كده هتقول لي خلاص نايكي هتدفع ال 1% ده ضرايب والموضوع يخلص على كده. بس نايكي برضو مش سهله، دماغها شغاله مش بتنام. ال 1% اللي فضل ده قبل ما يدفعوه للحكومه كضرايب لازم قبلها بموجب القانون يطلعوا المصاريف بتاعتهم، اللي هم ايه بقى؟ مصاريف بتاعت المصانع والصيانات، مرتبات الموظفين، وصيانات الفروع، ولو هيفتحوا فروع جديده، ده غير بقى التسويق والمبيعات، والباقي هندفع منه بقى ان شاء الله 29% الضرايب بتاعتك يا هولندا عشان ربنا ما يرضوش بالظلم. احنا بندفع اللي علينا، ما حدش يقول لي احنا ما بندفعش اللي علينا. و99% وصلوا جنب اخواتهم في المحطه الاخيره ليهم في برمودا. اللعبه كلها كانت بتمشي ان نايكي كانت بتطلع الفلوس من الجيب ده تحطه في الجيب ده، بعد كده تحطه في الجيب ده. طبعا دلوقتي انت بتستنصح وبتقول لي طب واشمعنى هولندا بالذات؟ ما كان حول الفلوس من امريكا لبرمودا على طول، ليه ودوها هولندا اصلا؟ سامعك وانت بتقول لي انت بتملى خلاص. شكرا يا محترم، شكرا، بس انا هطلع احسن منك وهرد على سؤالك. الفلوس عمرها ما كانت ينفع تروح من امريكا على برمودا على طول، عشان الامريكان سيئه برضه وعارفين ان برمودا ملاذ امن من الضرايب 0% يا باشا. عايز ايه تاني؟ لو شركه واحده فكرت انها تحول فلوس من امريكا لاي ملاذ امن ضريبي في العالم كله، الامريكان مش هيسكتوا لهم. مصلحه الضرايب هناك هتطلع منه كل سنت قبل الفلوس ما تتحرك، انهم ببساطه عارفين ان الفلوس دي طالعه مش راجعه تاني، لان ده تهرب ضريبي حضرتك. لكن لما تروح بلد زي هولندا فيها ضرايب والضرايب بتاعتها عاليه برضه، هي مش زي امريكا بس تعتبر عاليه برضه، شغل دماغك معايا، ساعتها تتبلع مع الامريكان وتمشي مصروفات عادي. فهم اختاروا هولندا وهربوا من امريكا، لان هولندا فيها قوانين بتحترم الملكيه الفكريه جدا. فالضرايب هناك ما تقدرش تفتح بقها لو احنا مشينا لها الموضوع طبعا الملكيه الفكريه. ودي كانت واحده من اصيع اللعب اللي ممكن تكون شركه عملتها في امريكا عشان تهرب من الضرايب، وكان اسمها ذا دوتش ساندويتش. ازاي انت ممكن تتجنب تدفع الضرايب بس برضه بشكل قانوني؟ نايكي فضلت تلعب اللعبه دي مع الحكومه لغايه ما وصلت سنه 2014. فضلت تلعبها ل 11 سنه لغايه ما الاتفاق بتاعها هو والحكومه الهولنديه كان خلص. ساعتها الاتحاد الاوروبي فاق من النوم وصحى وعرف اللعبه اللي نايكي بتلعبها، حط قوانين بتمنع اللعب اللي زي دي، وفعلا فتح تحقيق مع نايكي. بس على مين؟ لغايه النهارده ما خدش منهم سنت واحد. دايما بيبقى في ثغره الشركات الكبيره اللي زي دي بتلاقيها وبتقدر تستغلها. يعني نايكي مثلا ما كانتش اول حد يلعب اللعبه دي، بس نايكي كانت اكيد اصيع حد لعب اللعبه دي، توفر مليارات ومليارات من ارباحها. ممكن لو ما قدرتش تحققها كانت ما تبقاش نايكي اللي احنا عارفينها دلوقتي. عشان كده نايكي عمرها ما هتفلس في القريب العاجل. نايكي ما قدرتش تحقق المليارات دي كلها لانها قدرت تلعب لعبه على الضرايب، او لانها بتعمل ماركتنج كامبينز، او انها بتبيع جزم رياضيه، او بتسبونسر فرق كبيره او رياضيين كبار، ولا حتى لانها قدرت تعمل اعلانات كانت بتلف العالم كله بالبلوتوث، لانها كده كده من قبليها ومن بعديها
كلها كانت بتحقق اصلا مليارات. اكيد ده ساهم بشكل كبير، بس لكن مش هو ده الاساس اللي انت تبص عليه. نايكي بقت نايكي فعلا انها بتفكر بذكاء. انا مش بقول لك روح العب على الضرايب والحاجات دي كلها، بالعكس انا كل اللي انا بقوله لك انت تفكر بره الصندوق، والاهم ان انت يكون عندك العقليه انك انت تقدر تاخد ريسك، ان مفيش حاجه غلط طول ما احنا ما جربناهاش. ممكن تاخد الريسك ده مثلا وتجرب طريقه جديده في التسويق مثلا او في المبيعات، او تعمل حتى نظام اداري جديد. المهم ان انت تاخد الريسك وتتحرك، وانك تفهم اللعبه صح. طبعا مش هتعرف كل ده غير اما تعمل لنا فولو وسبسكرايب عشان متعوز تبني بيزنس تبدا على نضيف بقى. خلي بالك انا اعرف مواضيع تانية كتير عن نايكي وعن شركات تانية كتير ممكن افيدك. ممكن نفكر نتشارك ولا حاجه، براحتك. عايز تعمل فولو براحتك، مش عايز براحتك، انت حر.